كنت واقفة مستنية الميكروباص بعد ما خلصت الجامعة. أول ما وصل طلع شاب قعد الأول، وبعد كده أنا طلعت الميكروباص وراه. وأنا بعدي من جنب الكرسي كان في مسمار ما شفتوش قطع لي الجيبة اللي أنا لابساها. قلبي وقع في رجلي لأنه عمل لي قطع محترم في جيبة مش هعرف أمشي منه. أنا اتجمدت في مكاني ووشي جاب ألوان. في اللحظة دي الشاب اللي كان قاعد شاف اللي حصل، لقيته فجأة قام كأنه اتلسع وراح نازل من الميكروباص، ولا حتى بصلي بصة تضايقني. الشاب ده من غير ما ينطق كلمة نزل بسرعة البرق من الميكروباص وقفل الباب، وراح في ثواني اشترى علبة دبابيس وقلع القميص بتاعه وراح راميهم من الشباك على رجلي، وقال لي حاولي تلمي القطع، وراح هو يقف عند باب الميكروباص عشان ما يخليش أي حد يطلع. وهنا لما تشوف اسم سيدنا محمد اعمل إعجاب وصلي عليه في التعليقات. أنا ما كنتش مصدقة، فضلت أدبس جيبة وإيدي بتترعش، وهو زي الأسد واقف على الباب فاتح كتافه ومغطي عليا تماما، وبيرد على الناس اللي بتزقه وعايزين يركبوا بلحظة واحدة يا جماعة معلش. أول ما خلصت وهزت له راسي إني تمام، طلع ركب وقعد في آخر الأتوبيس من غير ما حتى يستنى كلمة شكر أو يبصلي بصة أنا عملت معاكي جميل. طول الطريق وأنا عمالة أدعي له في سري، دعيت إن ربنا يوقف له ولاد الحلال في طريقه ويجازيه خير على ستره ليا وجدعنسته اللي بجد. المواقف دي هي اللي بتعرفك إن مصر لسه فيها رجالة.